الموضوع القادم بجوز هو مهم جدا 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 انه نتحدث فيه. تحاشينا وتلافينا الحديث فيه خلال الاسبوع الماضي، وانا بدي اشكر منظومة كرة القدم الأردنية التي تعاملت مع هذا الملف بكل احترافية، بداية من الاتحاد الأردني لكرة القدم، الإعلام الأردني، اللاعب نفسه، وكذلك كل من يتعلق بالنجم الأردني حمزة الدردور. كلنا عارفين القصة وحالة الاختلاف والتدافع اللي صارت وحالة الطرد لنجم منتخبنا الوطني حمزة الدردور وعودته هنالك من الدوحة إلى الأردن. حمزة منذ لحظة وصوله لم يتحدث، وإن تحدث بشيء قليل جدا. موقف يسجل للاعب بالرغم من أنه كان تحت ضغط كبير. عمل إداري على أعلى مستوى من الاتحاد الأردني لكرة القدم تعامل مع الملف بكل احترافية، والجميع تقبل الموضوع. وبالمناسبة هذا الموضوع أصبح حديث كل القنوات العربية والإعلام العربي وربما العالمي عن تعامل منظومة كرة القدم الأردنية مع هذا الملف التي عكست الحرص على المنتخب الوطني والحفاظ عليه. في أول تصريح رسمي ينضم معنا عبر الهاتف الهداف التاريخي لكرة القدم الأردنية حمزة الدردور. أبو شهم، مساء الخير. مساء الخير أبو تميم، يسعد مساك ويسعد مساء السادة المشاهدين، وتحياتي لضيفك الكريم وأخونا الكبير سيد منصور عبيد الله أبو عدنان. الله يحييك حمزة. اليوم احنا ربما الكل تحدث بهذا الموضوع، أنت كيف تقبلت الموضوع؟ كيف تعاملت معه حتى اللحظة؟ وبدي أسألك وبدي أبدأ بهذا الموضوع، بدي أبدأ برسالتك لزملائك اللاعبين. سيدي، أول شيء جمعة مباركة عليك وجمعة مباركة على الوطن. أول شيء بحب أبارك للشعب الأردني جميعا الإنجاز التاريخي اللي وصلناه. أنت بتعرف إنه يعني أكثر مرحلة وصلناه اللي هو دور الثمانية كان إنجاز تاريخي، نسأل لدور نصف النهائي، واليوم وصلنا النهائي، وإن شاء الله بعزيمة وإصرار اللاعبين إن شاء الله إنه راح نحقق بطولة كأس آسيا. أنا مش راح أسولف موضوع اللي صار، يعني تعرف أبو تميم أسرة واحدة كلنا إحنا كلاعبين وكجهاز فني كمنظومة كرة قدم، يعني كلنا بتجمعنا الحب والأخلاق والمودة. نعم. ألف مبروك للأبطال، الله يعطيهم العافية. شكرا لهم على الإصرار اللي قدموه للوطن. إن شاء الله إنها تكمل الفرحة حوزنا بإذن الله على بطولة كأس آسيا. إن شاء الله الكأس بنروح إن شاء الله معنا، بروحوا الشباب معهم إن شاء الله بقطر، وأني كلي وفدا الوطن وفدا المنتخب، وأني يعني عنصر زي هالعناصر الموجودة مع منتخبنا الوطني. حمزة، مين أصعب، تحضر المباراة بالبيت ولا بالملعب؟ والله يا ابو تميم اللي اصعب يعني انك تحضرها بالبيت، تظلك اعصابك دائما. يعني اني المشجعين يوم يقعدوا على المدرج او يحضروا على التلفزيون تكون اعصاب اكثر مشدوده من الملعب، بس يوم اكون موجود بالملعب مش بتكون اعصابي مشدوده زي تلاقيني متواجد داخل الملعب. فشوي الواحد بظل مضغوط ومتحمس، والشباب يعني ما شاء الله عليهم. انا ترى ابو تميم لعلمك سيدي، أنا بس بدي أقول لك شغلة، يعني لحد اليوم هذا بعدنا على تواصل مع جميع اللاعبين. جميل. لحد اليوم هذا ونحكي مع بعض وشو الهدف اللي راح نصله وشو الإصرار الموجود عند اللاعبين. بس حديث بسيط كان ما قبل كأس آسيا، أنا بدي حاب أوصله لو تميم، وحاب أوصله للسادة المشاهدين والمستمعين. تفضل سيدي، إحنا بالبداية كلاعبين كنا نقعد دائما مع بعض، يعني 26 لاعب نقعد مع بعض نسولف شو بدنا نعمل بهالبطوله، وين بدنا نوصل، شو بدنا نعمل. في عندنا فرق قويه، فدائما بقى كل اللاعبين بدون استثناء كنا تفكيرنا اننا نوصل ادوار متقدمه، وكنا تفكيرنا بس هدفنا انه لا تفكر انه فلان والله كان بطل آسيا أو المنتخب الفلاني بطل العالم أو المنتخب الفلاني فايز على ألمانيا أو فايز على. حط تفكير واحد إنه أنا بصل أول شيء إيمان بالله،
ثم ايمان بقدراتكم انتم كلاعبين انه احنا راح نصل للنهائي، وهذا اللي صار. واللاعبين امنوا بقدراتهم، وكنا نقعد بعد كل مباراه، من اول مباراه لمباراه ماليزيا، لمباراه كوريا، لمباراه البحرين، لمباراه العراق، كل قبل مباراه كنا نتجمع احنا كلاعبين. وهاي طلبتها من عضو اداره نائب امين السر اللي هو السيد فليح ادعجه. طلبت منه طلب، قلت له ابو ابراهيم بطلب منك طلب انه توفر غرفه صحيح للاعبين، هاي بسموها زي الديوان للاعبين، هاي يمكن اغلب الناس ما بيعرفها. كان يجتمع هاي فيها، تتسولفوا فيها مع بعض بأريحية بدون. نعم. هاي ابو تميم كانت تجمع الجهاز الطبي، الجهاز الفني، كانت تجمع اعضاء من الاتحاد الاردني بالاضافه للاعبين. كل منظومه كره القدم كانت تجتمع بهالديوان هذا. مش شرط بس نسولف عن كره القدم، نقعد ننبسط. يعني بدي اسولف خلص وصلنا النهائي، بقينا على مستوى نلعب شده، ننبسط مع بعض، نساوي العاب، نساوي شيء اللي يحفزنا، شيء اللي يجمعنا بين بعض، نساوي الفه. فهذا شيء ساوى الفه، حب اللاعبين لبعض اللي وصل المرحله هاي. جميل جدا. حمزه، قبل ما ننهي معك بدي كلمتين منك سريعات للجهاز الفني، بجوز الكابتن، بجوز اللي اختلفت معه انت في لحظه حب، بجوز اختلفتوا في لحظه حب للوطن، اثنين مجمعين، ولكن ممكن لحاله الشد وظروف المباراه. رساله منك للجهاز الفني ولزملائك اللاعبين قبل تقريبا يعني اكثر من 24 ساعه بمباراه تاريخيه مفصليه لكره القدم الاردنيه. شو بحكي حمزه؟ سيدي، اول شيء بالنسبه للموضوع، ترى الموضوع واحنا موجودين بقطر ترى انتهى بارضه. الحمد لله. يعني بعد المباراه سلمت على الكابتن وسلمت على الجهاز الفني واعتذرنا من بعض، وقال لي الكابتن عظمه لسانه، قال لي بتصير المشاكل هاي بين العوائل، وبتصير المشاكل، يعني موضوع بديش اخوض بتفاصيل كثيره. فاحنا خلصنا الموضوع داخل الملعب، بتصير مشاكل داخل الملعب. كلماتك لزملائك يعني وللكل. الجهاز الفني شكرا لهم، قاعدين بيقدموا اشياء جيده كثير. لاعبين بيقدموا اكثر شيء قاعد عندهم، وهذا الانجاز يا ابو تميم الي والك لابو عدنان، لكل مواطن اردني صحيح موجود بالبلد. هذا الانجاز لكل الناس، وانا بتمنى من الله ان شاء الله انهم يروحوا كاس اسيا للاردن. ليش؟ اول شغله بفتح باب الاحتراف للاعبين جميعا، وثانيا بصير الاهتمام بالرياضه عندنا بالاردن اكثر واكثر، بصير دعم للانديه، كل الدعم. واني مخلص دائما للوطن، ومخلص دائما للمنتخب الوطني، وحمزه ابن بار لهالوطن وابن بار للمنتخب الوطني. واني كلي وكل دعمي وكل حيلتي اني مع المنتخب، وقلبي دائما معهم يا رب. والله يوفقهم وييسر امورهم، لان انجازهم من انجازنا وانجاز الشعب الاردني، وبالتوفيق ان شاء الله. اشكرك حمزه الدردور على هذه الكلمات، وبنتمنى بالتاكيد نضم صوتنا لصوتك، وبالتاكيد هو موقف حدث وان شاء الله انتهى بارضه زي ما حكيت وزي ما بقولوا صافيه لبن. ابو عدنان، شوف بالنسبه لحمزه ما بيقدر حدا ينكر جهوده، وبعرف هو قريب للاعبين وكابتن واخ وصديق بتواصل تام، ومن لحظه المعسكرات مطلعين. وحمزه قلت لك تاريخه يعني يسجل، وانجازاته فعلا هداف تاريخي. بس بدي احكي كلمه واحده، ما حدا يزاود على حب سيدي علي للاعبين. اقرب واحد صدقا بحكي لك هي على الملأ وبكل صراحه، اقرب واحد للاعبين سيدي علي رئيس الهيئه التنفيذيه، اقرب مننا كلنا. جميل. بس بالتالي مرات يعني ممكن تقسو على ابنك، ممكن تزعل ابنك بسبيل مصلحته. حمزه ابننا ولا نتخلى عنه، بس هاي بدي اقول لك اياها. اللي صار موقف وتم احتوائه، وانا بجوز حبيت احكي فيه بهذا التوقيت واخلي حمزه اللي يتحدث، لانه اعتقد كان في وعي واحترافيه من جميع الاطراف اللي شاركت بهذا الموضوع بهذا الحدث. وبالتاكيد المهم الموضوع انه زي ما بقولوا انتهى بارضه.